تعالى أحكي لك عن محمد. محمد طالب عادي زيك بالظبط، كل يوم يقعد قدام الكتاب ويقول لنفسه النهاردة هركز كويس، وبعد نص ساعة يلاقي نفسه ماسك الموبايل يشوف الريلز ويقعد يضحك على حاجة تافهة، وبعدين يرجع للكتاب ويبدأ من أول وجديد. نفس المشهد كل يوم، ساعتين قاعد قدام الكتاب ومفيش فايدة. وطبعا في الآخر يحس بالإحباط ويقول إيه ده، أنا قعدت ساعتين وفشلت. المشكلة مش في محمد نفسه، ولا لأنه كسول، ولا لأنه مش ذكي. المشكلة إن المخ محتاج إشارات واضحة. يعني المخ محتاج يعرف دلوقتي وقت شغل، مش وقت لعب أو نوم أو أكل أو سكرول على الموبايل. وكل يوم بنفس السيناريو المخ بيغلط والتركيز بيطير والإحباط يزيد. أول حاجة لازم نعملها، خصص مكان للدراسة بس. محمد قبل كده كان بيذاكر على نفس الترابيزة اللي بياكل عليها، والموبايل جنب إيده والتلفزيون شغال. يعني المخ كان في حيرة كاملة. لما اختار زاوية صغيرة في أوضته بس للمذاكرة، بدون أكل بدون موبايل بدون أي حاجة تشتت، أول ما يقعد هناك المخ فهم أوكي، وقت شغل دلوقتي، والتركيز اتضاعف بطريقة مذهلة. يعني لو قعدت هناك المخ يعرف خلاص يا معلم، الشغل بدأ. تاني حاجة، ابدأ فوراً بدون تفكير كتير. محمد كان يقعد يفكر أبدأ منين، أذاكر المنهج كله، أراجع الأول، أعمل حاجة صغيرة، وبعد التفكير يلاقي نفسه ماسك الموبايل. الحل هنا سهل جدا، افتح الكتاب وابدأ بأي صفحة أو مسألة أو فقرة من غير تخطيط كبير. مجرد الخطوة الأولى تكسر حاجز الخوف، وبعد 5 دقايق غالبا هتلاقي نفسك مكمل أكتر من نص ساعة بدون ما تحس. وصدقني دي حاجة تحسسك إنك ماشي صح. تالت حاجة، وداعاً للموبايل. أي إشعار أو حتى ضوء صغير من الموبايل يرجع المخ لنقطة البداية. المخ محتاج استمرارية عشان يثبت المعلومة، وأي مقاطعة تمحو جزء من المجهود. فالحل، اقفل الموبايل أو حطه في أوضة تانية بعيد عن عينك، وابعد أي صوت أو ضوء يشتتك. صدقني الفرق هتحسه من أول يوم، التركيز هيبقى جامد. لو جمعت الثلاث حاجات دول، مكان مخصص، تنفيذ فوري، ومفيش تشتيت، محمد ما زودش الوقت اللي بيذاكره ولا تعب نفسه أكتر، بس ضاعف تأثير المذاكرة في 2. يعني ساعتين مركزين أحسن من 5 ساعات ثبات وتركيز ضايع. والأحلى، محمد بدأ يحس بمتعة الإنجاز. كل يوم بيخلص دراسة مركزة، بياخد نفس قصير، يشرب حاجة، يغير الجو شوية، وبعدين يرجع. شعور السيطرة على الوقت والإنجاز أعطاه ثقة أكبر، وبدأ يلاحظ الفرق في فهمه للمواد ودرجاته. ولو يوم حسيت نفسك زهقان، مجرد قول لنفسك هبدأ 15 دقيقة بس، وغالبا هتكمل أكتر من ساعة من غير ما تحس. الطريقة دي بتخلي المخ يشتغل صح من غير ضغط، وتحس فعليا إنك مكسب كل ثانية. لو الكلام ده منطقي بالنسبة لك وينفع تطبق من بكرة، اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لطلاب أكتر. ولو لسه مش مشترك، اشترك وفعل الجرس عشان كل فيديوهات المذاكرة الذكية توصل لك. واكتب لي في الكومنت كلمة واحدة بس، هبدأ. ولو عايز تزود قول لي كمان أي واحدة من الثلاث حاجات دول أكتر حاجة محتاج تطبقها دلوقتي. نشوفكم في الفيديو الجاي، وبالتوفيق ليكم كلكم.